ازيكم وحشتوني يا احلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ زي ما احنا متعودين نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب وندعي لأمواتنا بالرحمة ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. صلاة ملء السماوات والأرض وما بينها وما حولها. بدأنا الفيديو بتاعنا النهاردة روتين يوم الجمعة عند ابني، مش في شقتي. لو تلاحظوها ان انا مش عند ابني. طلعت عشان اتغدى معاه، قال لي تعالي يا امي هنتغدى ايه؟ اكله مش قادره اقول لكم، من كلنا من عشاق رنجه وفسيخ. وقالوا لي اعمل لنا حاجه حلوه، قلت لهم طب ماشي نعمل حاجه حلوه. عملنا ايه اول حاجه؟ ده نص كيلو كنافه، مسكنا فرقناه مطلعينه من الفريزر، حطينا عليه السمنه والسكر البودر، وقلت لهم اعمله لكم ساده. قالوا لا عايزينه باللي هي بالمهلبيه. قلت لهم خلاص ماشي، اللي هي القشطه الكدابه. فركته بالسمنه وظبطته وحطيته كده ودخلت حطيت كوبايتين شربات على كوبايتين ميه، سبتهم يغلوا. بعد ما غلوا عصرة ليمونة، سبتهم على النار مدة 10 دقايق وتطفي. ده الشربات بتاع الكنافة، شربات تقيل. عملت المهلبية كوبايتين لبن، حطيت عليهم 3 معالق سكر و4 معالق نشا زي ما كده شفتوا يا حبايبي، وربطتهم على البارد وعلى النار لحد ما ربطوا معانا. سبتهم بردوا، وتعالوا بقى على الكنافة اللي احنا عملناها بالسمنة والسكر البودر. فردنا نصها في الصينية، ورحت حاطة ايه؟ القشطة الكدابة دي بتبقى تحفة في الكنافة بصراحة يا حبايبي. وبدأنا نحط النص التاني. ولعنا الفرن بتاعنا على 180 درجة، وتبدأي ترصي الكنافة بتاعتك وما بتتكيش عليها قوي الجزء التاني ده. نسكت؟ لا ما نسكتش، حطيناها في الفرن. واعملي لنا يا امي تورتايه. طب واحنا عندنا، انا مش عندي، فين الخامات؟ لا هنجهز لك كل حاجه. هتطلع تورتايه حلوه بس شكلها مش حلو، يلا مش مشكله. دول حطينا كوبايتين 2 دقيق، شلنا منهم معلقتين اللي احنا هنحطهم بدلهم الكاكاو. كوبايتين 2 دقيق نخلناهم نخله محترمه، وحطينا عليهم باكو بيكنج باودر. نزلنا كل التكتلات اللي فيه، وحطيت المعلقتين اللي شلناهم الدقيق حطيناهم كاكاو. ننخله برضه عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات كده يا حبايبي. بصوا اي حاجه تنزلها كده من المصفى. يلا ذرة ملح صغيرة قوي قوي قوي، اللي هي السنة، ونقلب كل مكوناتنا الجميلة دي. ويلا على الخلاط. دي أسرع كيكاية في العالم، ما بتاخدش معاكي 10 دقايق. هي الكوباية اللي عايرنا بيها الدقيق، هي اللي حطينا بيها الزيت. ده زيت نضيف، نوع زيت نضيف يا حبايبي، عشان ما يعملش معاكي ريحة وحشة في الكيكة أو يقلب لك طعمها. لازم يكون زيت جودته حلو. ودي كوباية لبن. كده حطينا ايه؟ كوباية زيت، كوباية لبن، ظرفين فانيليا. طبعا مادام في بيض لازم الفانيليا. ده بقى ظرف نسكافيه بيخلي طعم الكيكة تحفة. وكوباية السكر، ما شفناش كوباية السكر بس معلش، كده كوباية السكر. حطيت لها شوية كاكاو تاني عشان نعزز اللون. كده حطينا في الخلاط ايه يا حبايبي؟ زيت واحدة، لبن واحدة، سكر واحدة. ماشي. نحجز بقى الكوباية دي على جنب، ونبدأ بقى نحط البيض. حطينا بيضتين 2 وضربناهم في الخلاط مع الباقي السوائل اللي باقية معانا، وننزل بيهم على المكونات الجافة اللي هي كوبايتين زيت، كوبايتين دقيق، إلا معلقتين كاكاو والبيكنج باودر. دي التركاية بقى يا حبايبي اللي بتخلي الكيكة هشة. وفي مكان تاني نص كوباية مية بتغلي، ننزل بيها على المكون بتاعنا. بصوا قوامها عامل ازاي. يلا على الفرن ونشوف هنتغدى ايه. رنجة. الرنجة والملوحة والفسيخ بتاعنا جايلنا منين؟ هقول لكم دلوقتي، استنى. دي الرنجة جبناها نضفناها شفتوا، يعني طبعا كانت العيلة وعيلة العيلة، مش قادرين نقول لكم قاعدة وأكلة تحفة. الأكلة دي ملهاش حل. الأكلة دي بتحب اللمة. العلبة دي فيها ايه؟ العلبة دي فيها فيل.
استنوا هقول لكم فيها ايه دلوقتي. جبت الرنجة. انا يا حبايبي ما بحبش اشوي الرنجة على النار. انا بصراحة يعني ناس كتير تقول لك اشويها على النار، انا لا، ما بحبهاش اشويها على النار. انا بحبها نية. نضفها ازاي؟ زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، عشان اللي ياكل ياكل على طول. مفيش داعي بقى يقعد يطلع سوق ويتنضف والكلام ده كله، لا، اسلخها. جبت مراتي ابني قلت لها تعالي بقى نضفيها، تفتحها من النص وتطلعي اللي فيها كله وتسلخيها، الجلد بتاعها والقشر، القشر والبتاع ده، السلسلة اللي في النص، ما تخليش فيها اي حاجة خالص. وده احلى طريقة لتنظيف الرنجة. والله هتعتمدوها بعد كده على طول، تاكلي ولا تقعدي تنضفي ولا تقرفي نفسك. طبعا شايله الجلد وشايله السلسله اللي في النص كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، والراس وسلخها مش مخليه فيها اي حاجه. هي دي الطريقه الجميله لتنظيف الرنجه. نعمل واحده كمان معاكم عشان نشوف نضفناها ازاي. بصوا بكل سهوله، مجرد ما بتفتحها تشيلي راسها تفتحها من النص، بتشيلي السلسله بتفلقها نصين، بتشيلي السلسله والجلد بيتشال معاكي بكل سهوله. بصوا بكل سهوله من غير ما يتحط على النار. وتبدأي بقى تشيلي كل اللي فيها دوت عشان لما تيجي تاكلي ما تقرفكيش في الاكل. عملت لها الخلطة بتاعتها بقى، ليمون وزيت وطحينة وخل. مش قادرة اقول لكم بقى على الريحة وعلى الجمال اليوم ده لما بيبقى معاكي في اللم. رشينا على الرنجة ونخش بقى على التقيل. ايه هو؟ الفسيخ الجامد جدا جدا. العلبة اللي بقول لكم فيها ايه، فيها فيل، لا طلع فيها فسيخ. اول ما بتفتحي الريحة كده، الريحة بتبقى نرفزة بس. كلي. لا فيني عيش وعدة جثث. الله على جمالها. العلبة دي بتيجي يا حبايبي من أسوان، بتيجي هدية من الحبايب. زي ما هي كده متبرشمة يعني مغلفة. العلبة بتاعتها، الغطا بتاع العلبة متبرشم بالقزدير يعني ملحوم. بصوا الله على الجمال. مش قادرة أقول لكم بصراحة، يعني كانت أكلة تحفة. السردين بقى احنا مخلين سردين في البيت، جبنة ملوحة، جبنة فسيخ، جبنة رنجة. وزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، برضو قلت له تعالى انت كمان، تعالى انت بقى نضف اللي هي مراتك نضفت الرنجة، تعالى انت نضف الفسيخ. برضو بنحب ننضفه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، تفتحوه بالطول، طلعي كل الامعاء والسلسلة اللي في النص، وتبدأي بقى بيعمل له عملية جراحية. بس بصراحة هو ما كانش مستوي قوي. عذبه على بال ما نضفه، عذبه عذاب يعلم بيه ربنا بصراحة. الفسيخ ده انا لما كنت مخللاه كان بيطلع معايا، كنت بطلعه كده بالمعلقة من كتر ما هو دايب. ده السردين اللي انا مخللاه في البيت، بصوا جميل، كان تحفة. ودلع بقى وتاكلي منه ما تشبعيش. مش من النوع الحادق اللي تاكليه مثلا يتعبك، لا، بصوا كان بيعمل لها عملية. بيسلخها برضو ما كانتش بتطلع معاه كل سهولة. اتهرت، قلت له تعالى نقطعها كده يا ابني، قال لا لا، انا بس انا عندي صبر ليها، هنضفها لكم. وما بياكلهاش، بس وقف يعملها. خلصنا ورشينا بقى الطحينة على كل الاطباق، الفسيخ والرنجة والسردين. قلت لهم تعالوا بقى نعمل الكريمة بتاعت الكيكاية اللي انا عملتها لكم. هي كيكاية قلبتها لهم تورته. دي كوباية مية متلقة، لبن متلج في الفريزر، حطيناها على بال ما خلصنا، كانت اتجمدت مش عارفين ننزلها. تحطي بقى سكر حسب رغبتك، 4 5 معالق سكر على كوباية المية المتلجة دي، على كوباية كريم شانتيه. دوبي دوبيها طبعا، اضربي اللبن مع السكر عشان يدوب شوية، وابدأي حطي بقى الكريم. دول كان حبة صغيرين في الكيس معلقتين، رحت حاطة عليهم 6 معالق تاني، ونضرب بقى بيهم لحد ما يبقى القوام بتاعهم كويس. بصراحة كريمة المتحدة مش لاقيينها خالص. دي كان عندنا شوكولاتاية، قلت لهم نعزز بيها الطعم. ماشي، كسرناها وحطيناها على الكريمة. حطيت عليها معلقة من الخليط اللي احنا كنا عاملينه بتاع الكيكة، عشان نعزز برضو الطعم، لان انا طبعا عند ابني لا عندي خامات ولا عندهم خامات ولا عندهم حاجات. يلا، بأبسط الخامات، الحاجات الموجودة القليلة اللي عندنا، عرفنا نتصرف ونطلع الكيكاية دي، نقلبها بقدرة قادر تورتاية.
ازاي؟ يلا ربنا هيكرمنا وهنقلبها. كده الكريمة خلصت. بصوا التورتاية الكيكاية طالعة تحفة. بطلنا طبعا الصينية بالدقيق، هو ده اللي عامل معانا كده. باين في النص، نقسمها بقى نصين طبعا عشان الكريمة مش كتير. قسمنا الكيكاية نصين. كل ده وهم خلاص هيتجننوا عشان يتغدوا. قلت لهم نعم نعملها ونحطها في التلاجة وبعدين نتغدى الأول، نتغدى بعد كده. قسمتها وزي ما شفتوا كده معلقتين سكر. تحطيها على النار يغلوا، أول ما يبردوا بتبدأوا تسقي بيها الكيكة بتاعتك. هي طرية وهشة وجميلة، بس بتسقيها برضو عشان لو اتركنت ولا حاجة تبقى معاكي طرية. حط بقى جزء من الكريمة ده في النص. كان يوم جميل بصراحة، كان يوم لما بتتلمي كده مع حبايبك. اليوم بيبقى جميل واللمة حلوة، واللمة مفيش أحسن منها. بيبقى اللقمة ليها طعم تاني، والقعدة كمان حتى لو مش بتاكلي وقاعدة. يعني مش قادرة أقول لكم، يعني ربنا ما يحرمش أي حد من اللي ليه يا رب. القعدة مع ابني ده بتنسيني الدنيا واللي فيها، بالذات لما بقى قاعدة معاه هو وولاده. ببقى مبسوطة جدا، مبسوطة جدا جدا. ربنا ما يحرمش حد من اللي ليه يا رب. حطيتها على الفريزر يلا في الفريزر. سبتها اتجمدت على بال ما حضرنا الاكل وظبطنا وحمرنا بطاطس. رحت حاطه ده الكوبايه اللي انا حجزتها يا حبايبي من الاول. حطيتها في التلاجة وقلت لما نجلسها ونجمدها. وخلصت حطيتها في الفريزر برضو شويه، قلت لهم يلا ناكل بقى عشان ايه. كانوا هما بدأوا خلاص هيصوصوا من الجوع. حمرنا بطاطس وحطينا بقى بصل مقطع والعيش والسردين. ودي الفسيخ ده السردين، ودي والفسيخ والرنجة. كانت سفرة جميلة جميلة. واتصلت على أختي وولادها وجم. وبصراحة مش قادرة أقول لكم الأكل محليش برضو، عشان أمي ربنا يديها الصحة ما كانتش معانا. ادعوا لها ربنا يشفيها يا رب ويعفي عنها، الضغط عندها عالي. وطبعا الحاجات دي بتعلي الضغط بزيادة. عملتها عند ابني الأكلة دي عشان هي ما تشوفهاش، لأنها يا حبايبي بتحب الأكلة دي جدا. ربنا يديها الصحة يا رب ويشفيها ويعفي عنها. واتمنى ان انتوا دعواتكم ليها تدعوا لها يا رب ربنا يشفيها ويعفي عنها. وقعدنا كلنا، واختي جت بقى وولادها، وقلت لها ما تقوليش للحاجة عشان هي بتحب الأكلة دي. بصراحة كنا عمالين نخطف الأكل من بعضينا. كان يوم جميل، يوم جميل جميل جميل. وبعد ما خلصنا بقى بصوا الله على الجمال الأكلة دي بصراحة مش قادرة أقول لكم يعني. ممكن تاكلي عيش تحدث ولا حرج. بتاكلي رغيف لا، كلي 3 4 ترغيفة في الأكلة دي. ليه بقى؟ بطاطس محمرة وفلفل. ومش قادرة أقول لكم يعني إيه. طبعا كلكم عارفين. طلعتها بقى كلنا ولمينا الهيصة. وبعد ما كلنا ولمينا الهيصة بتاعتنا دي جبنا بقى إيه الكيكاية. ونسيت أقول لكم، نسينا اللهم صل على النبي، الكنافة في الفرن اتحرقت، قعدنا نقشر فيها لحد ما الحمد لله طلعت برضو ايه كويسة. قلت لهم تعالوا بقى نحلي. كان يوم جميل 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 جميل. يا رب ما يحرمش حد من حبايبه. وكلنا كده نتجمع دايما في الخير، ويجعلها سنة خير علينا يا رب. يا رب يجعلها سنة خير علينا ويرفع عنا البلاء والوباء. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بدعوة حلوة ولايك وشير وسبسكرايب لتيتا زوز. اخواتي بحبكم في الله.